مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنكمل سلسلتنا الشيقة عن نظريات تدمر طفولة. وبالضبط حلقة اليوم تدور أحداثها عن مسلسل ميكي ماوس. شخصية ميكي ماوس من أفضل الشخصيات الكرتونية التي مرت في التاريخ، ومن أفضل الشخصيات المحبوبة والجميع كان يشاهدها بشغف. ولكن هذه الحلقة سوف تغير منظورك حول هذا الكرتون بصفة نهائية. ولكن قبل البداية يجب أن نتحدث ونتعرف على بعض الحقائق والمعلومات على شخصية ميكي ماوس. ميكي ماوس هو عبارة عن فأر يشبه الإنسان، يرتدي سروال أحمر وحذاء أصفر. ميكي ماوس شخصية محبوبة تم اختراعها لأول مرة من قبل والت ديزني في سنة 1928. ظهر ميكي ماوس لأول مرة في فيلم قصير بالأبيض والأسود بعنوان سيمبو تويلي في 18 نوفمبر سنة 1928، ويعتبر هذا التاريخ عيد ميلاده الرسمي. ميكي شخصية محبوبة وشجاعة ويمثل البهجة والتفاؤل، وظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية المصممة للصغار والمجلات والكتب المصورة. وقد أصبح شخصية أيقونية ليس فقط في عالم الرسوم المتحركة بل في الثقافة الشعبية بشكل عام. شخصيات عالم ميكي ماوس. بندق صديق ميكي، وهو غبي جدا ولكنه محبوب لأنه لديه شخصية مثالية وطيبة. بلوتو كلب ميكي المخلص الذكي، ولديه زوجة اسمها كوكب دونجل، وهذه الشخصية تلعب دور الشر دائما في قصة ميكي. الشبح الأسود وهو شبح شرير. سنجب وسنجوب الطيبين. فوفو وتيتي الإخوان القريبين من ميكي. والآن بعدما تعرفتم على حقائق كثيرة عن شخصية ميكي ماوس، وأيضا تعرفتم على كل الشخصيات الموجودة في الكرتون، لقد جاء وقت الجزء الغامض والمرعب في هذه الحلقة. وبدون إطالة فهيا بنا. اسم الحلقة سوسايد ماوس، بالعربية انتحار الفأر، وهي أغرب وأرعب حلقة ممكن تشاهدها. في البداية نشاهد ميكي وهو يتمشى جنب المباني، ونسمع صوت بيانو، ويستمر هذا المشهد لدقيقة كاملة، وتدريجيا يتحول لصوت جدا مرعب، وتتحول الشاشة لسواد كامل مع هدوء تام. ومن بعد ميكي يبتسم ابتسامة مخيفة، ونسمع أصوات غريبة ومخيفة، وتدريجيا المباني تنحرق وتنكسر، وتدريجيا ابتسامة ميكي تصير مرعبة ومخيفة، والأصوات الغريبة تتحول لصراخ مخيف، وتدريجيا صوت الصراخ يعلى وكأن شخص ما يتعذب، ويتحول وجه ميكي لوجه مظلم جدا ومخيف، وفجأة يوقع على الأرض وكأنه ميت، وتستمر اللقطة لدقيقة كاملة. ومن بعد نشاهد شعار ميكي ماوس التي نشاهده على الحلقات القديمة، ومن بعد تنتهي الحلقة. والآن سنتحدث عن القصة وراء هذه الحلقة. تم تحميل هذه الحلقة على اليوتيوب سنة 2010 من قناة مجهولة، ويقال أن في فترة التسعينات أن المنتج ليونارد مارتن كان يخطط بنشر مجموعة خاصة من حلقات ميكي ماوس على أقراص DVD. وبعد وفاة والت ديزني صاحب شركة ديزني مخترع شخصية ميكي ماوس، ذهب ليونارد لمكتبه وهو يشاهد بعض الحلقات التي لا تنعرض من قبل. فجأة قرأ على واحدة من الأسطوانات انتحار الفأر، وشغل هذه الحلقة وهو يشاهدها. فجأة غادر الغرفة وما استطاع تكملة هذه الحلقة بقوة الرعب الموجود فيها. ومن بعد طلب من أحد المساعدين أن يذهب لتكملة مشاهدة الحلقة وللتحقق من كل شيء. ومن بعد هذا المساعد مات بطريقة غريبة، لا أدري إن كان مات بسبب هذه الحلقة أو لا، ولكن مات. طبعا ليونارد مارتن قرر في الأخير أنه ما ينشر هذه الحلقة وينسخها لتبقى في مجموعته الخاصة، ولكن في النهاية تسربت هذه الحلقة على اليوتيوب والكل شاهدها. وظهرت إشاعات كثيرة عن الأشياء الغريبة التي كان والت ديزني يفعلها وشركة ديزني تفعلها للآن. فالناس يقولون من السبب إذ كانت هذه الحلقة واحدة من الحلقات التي والت ديزني أنتجها ولكن احتفظ بها لنفسه. فهذا هو فيديو اليوم، لا تبخلوا علينا بزر اللايك والاشتراك، وكالعادة خانة التعليقات تبقى لكم. أتمنى لكم البقاء على خير في انتظار الحلقة القادمة في أقرب وقت إن شاء الله. بيس.